تحرش وهتك العرض. يعني ايه هتك عرض؟ يعني ايه اصلا كلمة تحرش؟ هل القانون بيفرق بين الراجل والست؟ السلام عليكم. النهارده هنوضح لك فرق بين جريمتين كتير من الناس بتخلط بينهم، وهما التحرش وهتك العرض. خليك معايا للاخر عشان تعرف حقوقك وتفهم القانون بيقول ايه، وتحمي نفسك وتحمي اللي حواليك. في وقت بقينا نسمع فيه عن قضايا كتير بتخص التحرش وهتك العرض، ناس كتير مش عارفه الفرق بينهم، وامتى الفعل يعتبر تحرش وامتى يوصل لهتك عرض. النهارده هنتكلم بشكل مبسط لكن دقيق عن الجريمتين دول، وهتعرف معايا بعض النصوص القانونيه الخاصه بالعقوبات والحقوق اللي القانون بيكفلها لكل شخص بيتعرض للتحرش او هتك العرض. في الجزء الاول من الفيديو هنعرف يعني ايه اصلا كلمه تحرش. التحرش في القانون مش مجرد كلمه خارجه او تصرف مش لطيف. القانون عرفه في الماده 306 مقرر الف من قانون العقوبات على انه كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او متروك باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه، سواء بالاشاره او القول او الفعل او باي وسيله بما في ذلك الوسائل الالكترونيه. يعني سواء الفعل ده كان بالكلام او بالاشارات او باللمس او حتى برساله على السوشيال ميديا، كل ده ممكن يدخل تحت بند التحرش. عقوبه التحرش في القانون بتكون من 2 ل4 سنوات وغرامه من 100,000 جنيه الى 200,000 جنيه او باحد هاتين العقوبتين. ولو الجريمه تكررت من خلال الملاحقه او تتبع المجني عليه، الحبس بيزيد من 3 سنوات ل5 سنوات والغرامه من 200,000 ل 300,000 جنيه. وفي حاله العود، في حاله العود دي ايه بقى؟ يعني في حاله عود المتهم لارتكاب الجريمة مرة تانية بعد الإدانة بيها، فوقتها بيتم تجديد العقوبة ومضاعفة عقوبة الحبس والغرامة اللي سبق وذكرناها. ولو في قصد للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، العقوبة بتوصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات. أما إذا الجريمة ارتكبها حد ليه سلطة على الضحية زي مدير مثلا أو مدرس أو أب أو أي شخص يكون ليه سلطة على الضحية، أو كانت الجريمة تم ارتكابها من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل استخدم في الجريمة سلاح، هنا العقوبة بتوصل لسجن مشدد لا يقل عن 7 سنوات. تمام. طيب احنا كده عرفنا التحرش، نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو نيجي بقى لهتك العرض، ودي جريمة أشد وأخطر من التحرش، وتناولها المشرع في المادة 268 من قانون العقوبات المصري اللي بتقول كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس المشدد، لكن لو المجني عليه أو عليها أقل من 18 سنة أو الجاني ليه سلطة عليه، العقوبة هنا بتوصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنين. أما اجتمع الظرفين المشددين اللي ذكرناهم، يعني المجني عليه يكون أقل من 18 سنة في نفس الوقت الجاني ليه سلطة عليه، هنا يحكم بالسجن المؤبد. وهنا لازم نوضح حاجة مهمة جدا. التحرش بيكون بالتلامس العادي البسيط، عدم ملامسة الأماكن العفة أو الأماكن الحساسة. وممكن كمان التحرش يتم بدون تلامس، يعني بالكلام أو الإشارة أو حتى من خلال رسائل الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هتك العرض عشان يتحقق حدوثه لازم يتوفر في الوقائع ملامسة الأماكن العفة أو الأجزاء الحساسة في الجسم، لأنه اعتداء جسدي له طابع جنسي. يعني بشكل مبسط مش كل تحرش بيبقى هتك عرض، لكن كل هتك عرض فيه شكل من أشكال التحرش الجسيم. الجزء الثالث من الفيديو هنتكلم عن الفرق الجوهري بين التحرش وهتك العرض. الفرق الأساسي بين التحرش وهتك العرض بيتمثل في طبيعة الفعل والعقوبة، لأن التحرش يعتبر جنحة وهو عبارة عن قول أو إشارة أو فعل جنسي غير مرغوب فيه، ممكن يكون كلام أو إيماءات أو رسائل، مش شرط يكون في لمس بعكس هتك العرض. أما هتك العرض فهو جريمة أكبر وأشد، ويشمل الاعتداء الجسدي المباشر على أجزاء حساسة من جسم الشخص بالقوة أو بالتهديد. والعقوبات على التحرش بتبدأ من الحبس 2 وقد تصل ل7 سنوات حسب ظروف ووقائع الجريمة. أما هتك العرض فالقانون بيفرض عقوبات أشد بالسجن اللي بيوصل للسجن المؤبد، وده حسب ظروف الاعتداء وحسب طبيعة الوقائع اللي حصلت. كمان عنصر القوة والتهديد مش شرط في التحرش، لكنه ضروري أو متوقع في جريمة هتك العرض. الجزء الرابع في الفيديو بتاعنا هنتكلم هل القانون بيفرق بين الراجل والست. بص، هو نصوص القانون حضراتكم في الجريمتين بيستخدموا تعبيرات عامة يجوز انطباقها على الجنسين، وده معناه ان الجريمة ممكن تقع بين اي طرفين، سواء من راجل على ست او من ست على راجل او حتى بين اشخاص من نفس النوع. وبناء عليه نصل لنتيجة ان الحماية القانونية شاملة للجميع، والمقياس هو وجود فعل جنسي غير مرغوب فيه، وبناء عليه بتتم الجريمة. ليه حضرتك مهم انك تعرف الفرق بين الاتنين؟ معرفة الفرق مش بس عشان تعرف توصف الجريمة صح، لكن كمان عشان تاخد الإجراءات القانونية السليمة وتقدر تطالب بالعقوبة المناسبة أمام القضاء.
كل فعل بيكون ليه وصفه القانوني، وكل وصف ليه عقوبة اللي بتحمي المجتمع وتحافظ على كرامة وأمان كل شخص. الخلاصة عشان ما تتلخبطوش معايا: التحرش هو تصرف لفظي أو غير لفظي غير مرغوب فيه، ممكن يتم بالكلمة أو بالإشارة أو بخلال أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية. أما هتك العرض فهو فعل جسدي فيه اعتداء مباشر ولمس غير مرغوب فيه، وغالبا بيتم بالقوة أو بالتهديد. العقوبة في التحرش بتبدأ من 2 سنين، لكن في هتك العرض ممكن توصل ل15 سنة وأكتر، أو ممكن توصل للمؤبد إذا تحقق طبعا الشرطين المشددين اللي سبق وذكرناهم. الوصف القانوني الصح بيفرق كتير في سير القضية، والبلاغ السريع هو أول خطوة للحماية. التحرش مش هزار، وهتك العرض مش بس تجاوز، الاتنين جرائم بتمس كرامة الإنسان وأمانه الجسدي والنفسي. القانون في صفك، وأي حد يتعرض لحاجة من النوع ده لازم يتحرك ويبلغ، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوتنا بيشجع المعتدي إنه يكرر فعله. لو حضرتك اتعرضت لموقف زي ده ما تترددش لحظة، روح على أقرب اسم، قدم بلاغ، خليك واثق إن القانون معاك بإذن الله. ولو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تحياتي لحضراتكم وفي أمان الله.